السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم خبر جميل وجميل جدا للمملكة العربية السعودية ولكل المتتبعين للشأن العسكري السعودي، متعلق أساسا باستطاعة المملكة العربية السعودية اليوم على تشغيل أنظمة الدفاع الجوي المتقدمة لديها مثل الثاد والباتريوت بفنيين سعوديين وخبراء سعوديين ومهندسين وتقنيين سعوديين 100%. اليوم غير الأمس. اليوم المملكة العربية السعودية أصبحت قادرة 100% على تشغيل أنظمة الدفاع الجوي بخبراء ومهندسين وعسكريين سعوديين 100% دون الاعتماد على أي خبراء أجانب. اليوم كل الذين كانوا يقولون أن المملكة غير قادرة على تشغيل أنظمة الدفاع الجوي بنفسها لأنها أنظمة دفاع جوي متقدمة جدا، معقدة جدا، صعبة الاستعمال، صعبة التحكم، المملكة لا تملك المقومات. اليوم هذا الخبر يفند كل هؤلاء، وطبعا هذا الخبر يؤكد أن المملكة إذا عزمت على أمر ما كيفما كان إلا ونفذت. الخبر يقول ببساطة أن قوات الدفاع الجوي، وكما ترون في هذه الصور، تخرج السرية الثانية لمنظومة الثاد في قاعدة فورت بليس العسكرية بولاية تكساس الأمريكية. وهذه هي المرة الثانية التي يتم تخريج فيها طبعا الدفعة بعد الدفعة السرية الأولى قبل 4 أشهر، وهو إنجاز عظيم يحسب للمملكة العربية السعودية أنها أصبحت الآن تشغل منظومات الدفاع الجوي من قبل جنودها وخبرائها وتقنييها الأبطال داخل المملكة العربية السعودية دون الحاجة لأي مشغلين أجانب. السلام عليكم.